مساء الخير عليكم. هدخل في الموضوع على طول وهقول لك، هل الست لما بتحترف الرياضه ده بيفقدها انوثتها؟ تختلف يعني. انا شايف ان الرياضه يعني بالنسبه للست مهمه جدا، لكن احترافها يعني كره القدم ده شيء طبيعي بيفقدها انوثتها طبعا، لان الكره محتاجه مجهود ومحتاجه قوه بدنيه وعضليه، فده بيخلي فعلا الست الانوثه بتفقدها. لكن في سباحه، في حاجات، في رياضات ثانيه ممكن الست تقدر تمارسها. بيقولوا ان الكوره عقده الستات بتغير قوي من الكوره، علشان الراجل دايما بيحب يتفرج على الماتش، ما بيحبش يشوف المسلسل معاها، ما بيحبش يقعد معاها، فهي بتحس ان ده لا اخد جزءها منها. ايه رايك؟ في بعض الاوقات وفي بعض البيوت فعلا الكوره بتاخد بعض الاوقات ولا كل الوقت؟ لا انا بتكلم في بعض البيوت كمان، يعني ان لما يكون في ماتشات في ناس متعصبه جدا، فنتيجه الماتش بتاثر على ظروف البيت، فدي بتبقى مشكله كبيره. يعني لو في واحد بيشجع الاهلي او بيشجع الزمالك او بيشجع اي فريق وفرقته خسرت، ممكن بيبقى اليوم ده بيبقى يوم صعب جدا في البيت، والعكس صحيح لو الفرقه اللي للدرجه دي يا عماد؟ ده بيحصل فعلا، دي حقيقه. يعني ممكن تحصل خناقه. في ستات في البيوت عرفوا ان لو الفريق اللي جوزها بيشجعه خسر النهارده، ممكن اليوم هيقلب نكد بقى على طول. ممكن ما يتكلموش خالص طول اليووم، وعارفين ولو كسبوا بقى بيستغلوها، بتبقى فرصه نقدر نطلب اللي احنا عايزينه. لا الامور دي بتختلف من بيت لبيت طبعا. في راجل بيقدر يعني يوازن الامور ويتابع وما يكونش متعصب، في ناس ثانيه لا بتبقى متعصبه جدا. طيب انا هسالك اسئله وهقول لك ما رايك فيه. حلق شعر من يثبت متلبسا بمعاكسه بنت. طب لو اقرع هنعمل فيه ايه؟ ايه رايك في العقاب ده؟ يعني طب مين اللي يحلق له شعر؟ لا يعني على فكره اتعملت زمان، المشير عبد الحكيم عامر عملها. ما عنديش فكره صراحه. طب ايه رايك في العقاب ده لو واحد عاكس بنت يحلقوا له شعره؟ ما احنا عشان نقدر ماشي ده جميل وكل حاجه، بس عشان نقدر نمسكه متلبس انه عاكس البنت، ده الموضوع هياخد مننا يعني كتير قوي طبعا. طيب اللي بيطالبوا بمنع اقامه مسابقه ملكه الجمال في مصر لانها مخالفه لتقاليد مجتمعها المحافظ. والله يعني انا مراتي ملكه جمال يعني انا عشان كده عايزه اعرف رايك. والله يعني انا شايف ان كل حاجه لما بتتعمل في نطاق الاحترام بتبقى مقبوله. نكمل كلامنا بعد الفاصل، استنونا. عماد احكي لي لما كنت مراهق بقى، فتاة احلامك كانت عامله ازاي؟ فتاة احلامي كانت عامله ازاي؟ لا انا كنت يعني كان في مواصفات معينه عايزها وانت مراهق؟ شيء طبيعي زي اي يعني شاب بيكون بيتمنى انه يتجوز بنت جميله جدا، تحافظ عليه، تحافظ على بيته، مثقفه، يعني طموح اي شاب. ايوه بس في سن المراهقه بتبص الموضوع كده؟ انا في سن المراهقه كنت ببص لبنت جميله، اي بنت جميله نفسي الشكل. كان الشكل هو بالنسبه لك اهم حاجه. شيء طبيعي، لان وقتها ما كنتش لسه ما عنديش خلفيه، ما عنديش خلفيه كبيره ان انا اقدر افكر يعني ايه جواز، يعني ايه بيت، يعني ايه مسؤوليه. ممكن طبعا شيء طبيعي ما كنتش فكرت في الحاجات دي كلها. طب بصراحه كده كنت مراهق شقي؟ في مرحله من المراحل كنت مراهق. في مرحله المراهقه يعني شقي؟ في مرحله يعني. طيب احكي لي، اتعرفت ازاي على يارا نعوم مراتك؟ اتعرفت على يارا في اعلان لاحدى الشركات يعني. كنت انت بصور اعلان؟ كنت انا بصور اعلان، هي كانت موجوده معانا، كنت انا ومحمد بركات، واتعرفت عليها وقتها. كلمتها ازاي؟ لا مفيش، اتكلمنا في وقت التصوير واتعرفنا على بعض، ويمكن قعدنا فتره كبيره جدا اتكلمنا فتره حوالي اسبوعين بعد الاعلان، وبعد كده ما اتكلمناش تاني خالص. قعدنا حوالي سنه او سنه ونص ما بنتكلمش تماما. ليه؟ لان انا اوريدي كنت ارتبطت بشخص تاني يعني، وما كانش فيه كلام خالص لحد ما رجعنا اتكلمنا. كان في حاجه هي بتكلمني عشان حاجه لمستشفى السرطان كانت هي عاملاها، ورجعنا بعدها اتكلمنا تاني. قولي مين فيكم اللي اعترف بحبه للتاني الاول؟ مين فينا اللي اعترف بحبه؟ لا هو الموضوع يعني جه بالتدريج، يعني ما اتقالتش، هي اتحست
لان احنا قعدنا فتره نتكلم لحد ما الموضوع تطور اكتر، بقى الموضوع واضح لينا احنا الاثنين يعني. اسرتك عرضوا جوازك في الاول من يارا؟ لا هما يعني هو في الاول هما ما كانوش فاهمين زي ما الناس كلها بتاخد الظاهر. فوالدتي اتكلمت معايا، اتكلمت معاها قلت لها لا انت لما تعرفيها دي احكمي يعني. بس لما قابلتها واتكلمت معاها لا الوضع عامه في الاول والاخر البيت عندي ما يعني سايبين الاختيارات، هم بيدوني الفكره وبعد كده بيسيبوا الاختيارات يعني بينصحوك وفي الاخر القرار الاخير ليك. بيدوني حتى لو هم كانوا حكموا رايهم وقالوا لك لا مش عايزين؟ ما اعتقدش ان هم كانوا يعملوا كده او هيقولوا كده، لان هم على طول زي ما بقول لك انا متعود ان انا عايش من صغري لوحدك. ففي مساحه حريه. في مساحه حريه، وهم خلاص عرفوا ان انا خلاص في قرارات كتيره وباخدها في حياتي لوحدي، فكنت برجع لهم طبعا، لكن هم خلاص بقى عندهم ثقه ان عماد لا القرارات اللي بياخدها في اغلب الاوقات بتكون صح، يعني في اوقات طبعا بتبقى غلط لكن في اغلب الاوقات بتكون صح. ليه البذخ اللي الصحافه اتكلمت عليه ايام فرحك؟ والله مش عارف. نفسي اعرف لحد دلوقتي، يعني انا نفسي اعرف ايه اللي اتعمل في الفرح زياده عن اللزوم، او ايه اللي اتعمل في الفرح. في ناس كتير قوي عملت افراح اكبر وتكلفتها اعلى بكتير من اللي انا عملته. انا ما عملتش حاجه خالص، انا عملت فرح زي ما الناس كلها في اوتيل موجود في مصر بتعمل فيه افراح كل يوم. يمكن علشان الفرح كان في اوقات سياسيه صعبه مثلا. انا ما عنديش فكره، ما اعرفش، او الاشاعات اللي طلعت على الفرح ان الاكل مش عارف جايبه منين والفستان جايبه بكام وهسافر اروح فين ما عنديش فكره. انا صراحه كنت مستغرب جدا. الموضوع كان واخد حيز كبير جدا من يعني لدرجه ان انا يعني فوجئت ان لقيت ناس بتكلمني هي اوريدي بتعزم نفسها على الفرح. فهمت يا جماعه هو يعني كان الموضوع مش محتاج ان انتوا تعملوا المجهود الكبير ده عشان يعني فرح عادي زي اي فرح عادي جدا جدا. في نجم كبير بيغني يعني كانت اشاعات، يعني هم كان مجرد اشاعات طلعت وخلاص. طبعا هي كلها اشاعات. الفستان اصل الفستان مش عارف ايه فيه الماظ. ليه يا جماعه؟ ليه يعني؟ مش للدرجات دي يعني. فستان عند مصمم ازياء معروف في لبنان، بس ما فيش حاجه اكتر من كده. هقول لك شويه اسئله وهقول لك لو عرض عليك ان تقوم ببطوله فيلم بميزانيه ضخمه بمشاركه زوجتك والفيلم موجود فيه بعض المشاهد الجريئه، هتعمله ولا لا؟ لا طبعا. بدون تفكير؟ من غير ما افكر ثانيه. لو طلب منك شاب ان تساعده على التقاط صورة مع زوجتك لانه من معجبيها لا انا مانع ده صراحة خالص. طب هي منع ده في المقابل؟ في بعض الاوقات بترفضها وبتحترم رأيها؟ بتحترم رأيها طبعا. لو من حقها ترفض، لو في بنت هي شايفة ان طريقتها مش عاجباها وبتقول لي لا بحترم ده طبعا. بتغيروا على بعض انتوا يا عماد؟ مين بيغير اكتر؟ احنا الاثنين زي بعض. بالظبط زي بعض. طب قولي مريحاكوا الغيره دي؟ هي مريحه بس في بعض الاوقات بتعمل مشاكل. مين اللي بيبدا بقى المشاكل؟ حسب الموقف يعني حصل وغيرت وعملت مشكله كبيره مع يارا؟ لا ما بتوصلش انها تبقى مشكله كبيره، لكن بنقعد نتكلم. اوقات بتعمل مشاكل لكن بتتحل على طول، يعني بتتفهم. يعني الموضوع بيبقى وقتي بيعدي على طول. طب تسمح لي نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا؟ استنوا. هسألك أسئلة وهطلب منك وهقول لك صارح لي. هل مرة امتنعت عن الحضور لتدريب او رحت متأخر بسبب ست؟ لا. عمرها ما حصلت؟ لا عمرها ما حصلت، لان التدريب يكون الساعة 9 الصبح. يعني مستحيل. ممكن تكون سهران مثلا مطبق؟ لا خالص. انا بطبعي عامة يعني متعود ان انا ممكن ما انامش بدري واصحى اروح اتمرن، فما عنديش مشكلة في القصة دي خالص. قولي حبيت كم مرة في حياتك قبل الجواز طبعا؟ ليه الاسئلة دي بس؟ صعب؟ اكيد صعب، بس لا يعني حبيت كم مرة في حياتي. انت ما جيت تتجوز مش قلت ليارا انا عرفت فلانة واتجوزت؟ لا حكيت تاريخ حياتي.
يعني طب يعني هي عارفه عنك لا كل حاجه. حكيت تاريخ حياتي، لا حكيت تاريخ حياتي كله عشان ما اديش مجال لاي حد انه ممكن يوقع بينا. طيب لا من ناحيه الحب يمكن كان في مرحله قبل يارا وهي عارفاها كويس قوي، يمكن الناس كلها عارفاها. يعني كان في علاقه جديه قبل يارا؟ انا كنت اوريدي كنت خاطب يعني. ده الحب الاول بالنسبه لك؟ لا يعني مش يعني حب بشكل هنقول بشكل رسمي يعني دي الحاجه اللي تمت، لكن قبل كده كانت عشره اكتر منها كان حب. يعني اللي قبل كده كنت عرفت بنت وقعدت معاها، كنا بنعرف بعض اكتر من 4 سنين، فاتضح لي في الاخر ان هو ما كانش حب. عشره بس؟ كان عشره. يعني بالنسبه لك يارا الحب الاول دلوقتي؟ دي حقيقه، او الحب الاكيد اللي انا حاسه من جوايا انه اكيد، انه كان اكيد يعني مليون في المية. تأكدت من مشاعرك؟ يعني حبك الاول هو حبك الاخير ان شاء الله. ان شاء الله. طب قولي حسيت بايه لما جماهير بورسعيد رفعوا لافتات، انا اسفه الكلمه، كانت بتسبك انت ومراتك؟ يعني حصلت قبل كمان الماتش المصري، دي حصلت في استاد القاهره هنا في مباراه الاهلي والزمالك. حسيت بايه؟ حسيت ان يعني الموضوع صعب، يعني قصه صعبه جدا. يعني لما حد يكون بيهينك وانت مش قادره تعملي له اي حاجه، مش قادر ترد عليه، مش قادر ارد عليه، فالموضوع كان صعب. والاصعب كمان ان انا كنت بحاول عايز اثبت ده في الملعب، ومستر مانو رفض انه ينزلني، لانه حاسس ان انا اتعصبت زياده عن اللازم، فرفض انه ينزلني في الماتش. كنت عايز تكسب فرقتك؟ كنت انا قاعد احتياطي في الماتش ده، وطلب مني ان انا اقوم اسخن وانزل، ولما لقاني اتعصبت ولقى الجمهور كان بيشتم بشكل قال لي مش هنزلك. هو خاف عليا اكتر من اي حاجه يعني. ففي اوقات يعني المواقف دي انا بتمنى ان انا لو طاير اطلع لهم واحد المدرج كنت هعمل كده، بس هقول ايه يعني، اي واحد بيتكلم بالشكل ده ربنا يسامحه. قولي لسه مأثر عليك اللي حصل في بورسعيد كإنسان وكلاعب؟ اكيد طبعا، اكيد. يعني اصل القصه دي صعبه جدا، لما واحد يشوف قدام واحد بيموت ومش قادر يعمل له اي حاجه، دي كانت اصعب حاجه في الدنيا يعني بالنسبه لنا كلاعيبه. والاصعب ان احنا مش قادرين نعمل لهم حاجه. يعني احنا كل اللي بنقدر نعمله ان احنا بنتكلم ان حق الناس لازم يرجع لنا، لكن احنا مش قادرين نعمل اي حاجه خالص. مش قادرين نثبت مين اللي عمل كده، مين اللي قتل الناس دي، مش قادرين نعمل ده. في تحقيقات موجوده، اتمنى ان شاء الله ان هي تخلص وتبين. موقف جواك وقلت انا مش عايز العب في بورسعيد تاني؟ انا اوريدي مش هلعب، لو على جثتي مش هروح البلد دي تاني لحد ما اموت، مع احترامي الكامل لاهلها ولشعبها. لو ده حصل ليكوا الحق، انا الكلام بقوله وانا